لا بالنسبه لعبد الفتاح طاغوتي مش يرد عليه، فهمني. كل ما نذكر اللي لمده 8 سنوات والملف هم يتلاعبوا به ولم يصلوا الى الحقيقه، نقول معناها فني معناها الحمد لله اللي صار معناها فني هذا التغير معناها في تونس حتى نتمكن من معرفه الحقيقه ومن الوصول الى ادانه معناها حركه النهضه التي بوجودها عرفنا حاجه اسمها الارهاب في تونس. به تو نجي لمساله الجزائر. شوف جماعه باش نقول حاجه قد تكون معناها موجعه، لكن ردوا بالنا. الصراعات متاعنا في تونس التي خرجت عن كل الحدود وكل معناها الأعراف يا أخوي نقبلوها في صراعنا الداخلي. عندما نتحدث عن الخارج ردوا بالنا، العلاقات الدولية راهي تحكمها معناها قوانين ومعناها موازين ماهيش كيما معناها شيء اللي معتنين به في الأمور الداخلية التونسية. نحب نحكي شوية على الجزائر. تفضل. الجزائر راهي اللي ما يفهمش الحكاية هذه وخلينا معناها معناها النعرات الواحد. الجزائر راهي الجزائر معناها فهمنا هي المنطقه اللي فيها لي باسان فيرسون تاع الوديان التونسيه الكل، باش ما تنساش الناس. راهي الجزائر عندما معناها فهمني صارت لنا مشاكل كبرى وصلنا لتونس معناها فهمني الى حاله صعبه لابعد الحدود وبقينا الجزائر. اليوم في معناها اعاده تشكل الخارطه الجيوسياسيه في المنطقه، الجزائر هي قوه ضاربه احب من احب وكره من كره. بالنسبه للمغرب اللي حكيت عليه معناها فهمني السياسي الازهر، المغرب هذا اكبر عدو لينا معناها فهمني معناها في المده الاخيره. اخي ما نعرفوش ايش عملت معناها المغرب في مساله معناها الواحد في مساله الفوسفات، ما نعرفوش المغرب ايش عملت معناها في مساله السياحه في تونس. هذه دوله معناها تامرت علينا فهمني وتحب تلوج معناها فهمني اي مشكله معناها فهمني المغرب تتامر ضد تونس اليوم من قبل تتامر مع الواحد مع شكون تتامر حتى مع الصهاينه. تي خشنيه اخي المغرب اليوم تي تكبر معناها فهمني حليف للصهاينه. تي ناس جابوا صهاينه معناها فهمني المغرب العربي اللي ما عملها حتى حد قبل فهمتني. بالنسبه للعلاقه مع الجزائر ردوا بالنا فهمني. صحيح نتعاطفوا مع مواطنينا الى اخره كل شيء، لكن ناخذوها معناها فهمني ناخذ كلهم يسيبوها منا يروحوا على الاقل. شو احنا قلنا نستعمروهم؟ كلهم يسيبوا مواطنينا يروحوا. باهي سي لازم خليه يكمل فكرته بعد نعطيك المجال تتفاعل معاه. تفضل سي رافع. نفضل انه معناها الاتصالات تصير معناها فهمني معناها على اعلى مستوى ويتم حل المشكله هذه بطريقه معناها فهمني عقلانيه وبطريقه معناها فهمني ما تفتحش المجال انه ناس تبدا معناها فهمني دق في الاسفين معناها ما بيننا وبين الجزائر. راهو الكلام اللي قلته بكري معناها عندما قلت لك اللي الجزائر اليوم اصبحت قوه اقليميه ضاربه، مش انا قلتها، راهو قالها قائد البحريه الفرنسويه في المده الاخيره، والناس الكل تعرف اللي معناها الجزائر ستلعب دور كبير. والجزائر ربي يزيدهم مانيش حاسدين. رافع رانا نحكوا على موضوع واحد. مواطنين ردوا بالنا اللي ما عندهمش تواليت وما عندهمش ردوا بالنا. خاطر بكري معناها سيادتك حكيت على توظيف الملفات، نقول لك انا معناها حتى المشكله هذه اللي هي معناها مشكله صحيح انسانيه واحده كل شيء، لكن معناها مش معناها فهمني معناها بحجم انه يتم استعماله في دق الاسفين ما بين اليوم اكبر تحالف ينجم يصير في المنطقه ويعطي لتونس معناها فهمني بعض ادوات على الاقل السياده فهمتني، اللي هو معنا في العلاقه بين كرتاج والمولوديه. اليوم اردنا ام كرهنا المنطقه هنا ريناها كيفاش تم استباحتها من طرف معنا فهمني الحلف الاطلسي، جاء ضرب معنا ليبيا طيح دوله كامله. اليوم انا فما بلدان بكري معنا فهمني وقت قوي معنا حكينا على حكايه هذيه معنا فهمني معنا البوراوي واحد كل شيء يتم استباحه معنا فهمني الارض نتاعنا من طرف. فقط سؤال سي رافع في علاقه بالموضوع نتاع التوظيف السياسي، يعني ترى انت اليوم فما توظيف سياسي لتوتير العلاقات بين تونس والجزائر وفما استثمار في حكايه الاستثمار في هذه وفي غيرها. راهو كي تتبع معنا فهمني كيفاش يكفي ان معنا حتى كان الجزائر تعمل حاجه باهيه عطاتك مثلا معنا 200 مليار، فما ناس في تونس خرجوا معنا بداوا كيفاش وذيه وبيع السياده الى اخره. يا ولدي لازمنا نعاودوا بارك الله فيهم. لا نشكروهم شو لا لازمنا نعاودوا ننظروا الى الباراديجمات اللي على اساسهم تبنات السياسه الخارجيه التونسيه، لكن في الاطار الجديد راهو معناها فما دول اليوم اصبحت وازنه. اليوم حبينا ولا كرهنا راهي تونس معناها فهمني العلاقات نتاعها القديمه وصداقاتها القديمه الى اخره اليوم راهي ليست هي العلاقات اللي يمكنها ان تجتاز الازمه نتاعها وان تكون جزء من المعادله مستقبلا. فرنسا كيف خصوصا عملت العمليه هذه نتاع بوراوي في تونس اللي الناس اليوم معناها قاعدين معناها فهمني حتى حل المشكله مع الجزائر كل شيء انا نحلها مع فرنسا المشكله هذه. فرنسا هي اللي معناها في اصل الازمه هذه، فرنسا هي اللي اعتدت لا فقط على السياده التونسيه بل اعتدت ايضا معناها على الداخل الجزائري. اي السؤال هذا شكون وجهوه سي رافع؟ شكون ينجم يجاوبنا فيما يتعلق بالنقطه هذه اليوم؟ خلينا نتفاعل معاك برك. انت بديت بدايه نظريه من احسن ما ثم. العلاقات الدبلوماسيه والدوليه رصينه وهاد او راهو لازمها عقل. قديش عندك من مواطن يعيشوا في فرنسا؟ شعب كامل اكثر من الدوله القطريه والبحرينيه والطلعه شنو هو؟ عندك مليون لا ما قارنش المواطن التونسي اللي عايش في فرنسا بالكفيل التونسي اللي عايش في معناها في الامارات. لا فرق. لا لازم نعملوها مع فرنسا المشكل.
هاو قال لك الرئيس وافق، هو اللي وافق الرجال، مش عندك انت. شكون قال هذه هي المشاكل. كارثه اخرى اذا ما في بالوش والمراه خرجت. عليها كارثه. وزير الداخليه ما يعرفش والرئيس ما يعرفش والمراه هزوها خرجوها. علاش كارثه؟ ما عندناش دوله، عمليات استخباراتيه، ما عندناش اجهزه، عمليات استخباراتيه، خرجت من المطار مش مش زودياك. عمليات استخباراتيه. ولو موند جريده لو موند اللي معناتها تملكها قطر، بربي خلينا معناها معناها نقول لك نبدلوا الباراديغمات وانت مازلت شدد لي معناها في لو موند، ولا تقول لي انا خرج من افريقيا معناها تابع معناها ما كذبوش توانسه، كلامك انت ما قالوش قطر وما كذبوش. مش معناها نقبل معناها فهمني ببعض معناها الاقاويل التي معناها فهمني. اي سي رافع هوني مش كان لازم على الدوله التونسيه انها تخرج وتتكلم باش هالفرضيات وهالكلامات وهالمقالات اللي قاعده تكتب من بينها اللي تكتب في جريده لوموند يتنحى ونعرفوا الحقيقه اليوم. منطقه الدوله مش كما منطقه المخابرات، مش نفس الشيء. فرنسا كانت تحضر في العمل هذه من قبل، راهي نحكي له عليها بكري معناها وتعدين عليها مرور الكرام. مساله الحراك الجزائري راهي كانت اكبر عمليه استخباراتيه فرنسا حطت فيها مليارات باش معناها تقوم بانجاز نوع من انواع معناها في ضرب الداخل الجزائري. معناها تتصور انت معناها في هالمشروع هذا يتعامل مع فرنسا بهذه البساطه؟ خلينا نعطي لسرحان وخليفه وسي عصام يحبوا يتفاعلوا. سرحان نتكلم.